السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. بفيديو اليوم رح نوضح لكم فكرة منظار القبطان حتى تصلكم بشكل واضح وبسيط. رح تكون ضيفتنا اليوم مينا. يا مينا، لو سألتك من هو القبطان؟ قبطان السفينة وقبطان القارب. هو قائد السفينة أو قائد الطائرة. طيب اليوم إحنا بدنا نعتبر أنه قبطان السفينة اللي هو قائد السفينة القبطان. لا، لو سألتك إيش هي المواصفات الموجودة عنده؟ بكون في عنده منظار لا، غير منظر عشان يشوف فيه. تمام. وقبعة وبيلبس قبعة. ولبس لبس القطان. طب صفات، انا قلت لك شو صفي لي شكله، انا بدي صفاته. شو صفاته؟ يعني بايش بتحلى؟ بالشجاعة. بالشجاعة. تمام. وايش كمان؟ بالقوة. بالقوة. وايش كمان؟ قائد السفينة. هو قائد السفينة وقدرة على اخذ القرارات. هلا هو لانه قائد السفينة لازم يكون عنده قدرة على اخذ القرارات الصحيحة، لانه لو اخذ قرار خاطئ ايش راح يصير بالسفينة وكل اللي عليها؟ راح تنهار. فعشان هيك هو بده يعرف ياخذ القرار الصح. فاليوم بدنا نعمل منظار القبطان حتى نتعلم منه كيف ناخذ قرارات إيجابية، وإذا أخذنا قرار خاطئ نتعلم من النتائج اللي حصلنا عليها، كيف كمان مرة أنا ما رجعش أخذ قرار خطأ. تمام. يلا أعطيني مثال، أنت مرة أخذتي قرار واكتشفتي في النهاية أن هذا القرار خاطئ. إنه أنا مرة كان على امتحان فأنا ما درستش، خليت وقت كله للعب. تمام. فسقطت بالامتحان. أما لو تعلمت يعني النتيجة اللي وصلتي لها أنك سقطتي بالامتحان. طيب شو تعلمتي من هذا القرار الخاطئ؟ إنه لازم أأجل وقت للدراسة واللعب والأكل. أيوة، لازم أحدد وقت، يكون وقت للدراسة ووقت للأكل ووقت للعب، ما أخلطش الأمور كلها ببعض، من أنا أحصل على النتيجة اللي بدي إياها، أني أنا أكون مستمتعة في يومي وبنفس نفس الوقت أكون مجتهدة في دراستي. تمام. وهلأ بدنا نورجيكم كيف راح نعمل منظار القبطان. راح عنا الأدوات المطلوبة: كأس كرتون، طبعا أنا هو الأفضل يكون سادة بس أنا هذا الموجود عندي، وبنفتحه من الأسفل. بدنا نستخدم ورق محارم. الكرتون اللي بتاع المحارم. هيكون عندكم ثلاثة، يعني تنتين، واحدة هتضل على نفس الطول وواحدة هنقصها وندخل واحدة بواحدة بحيث يكون مبينين حجمين، يعني أنهم اثنين أحجام مختلفة. بعدين نبلش نلزق بالسيليكون عشان ما يتحرك. هلا بتقدروا انتوا تغيروا الألوان ما تخلوها هي نفسها. حمزة طيب نقدر شو اسمه نلون هدول؟ نقدر نلونهم كل الألوان. هلا نقدر نعمل ديكور، نقدر نلون، نقدر نرسم، نقدر كمان نعمل هون زي حواجز عشان يبين، زي يعني نحط مثلا خرز، نحط أشكال عشان يبين إنه ملزق. لا، عشان يبين إنه المنظار ما هو بيكون أقسام كبير، بعدين بيجي كمان واحد، بعدين أصغر 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 هيك المنظار. فإحنا عشان يبين إنه منظار ممكن إيش نعمل؟ نحط خرز، نحط رسمات، وبعدين احنا رح نحط احنا هلا ما في عندي انا الون، فراح اعمل نحط خرز. يعني لازم احنا نستخدم مثلا، ممكن تلفوا الكرتون بورق لميع، ممكن تستخدموا دهين، انا بدي دهين. فبكره بنجيب ورق، بنجيب بكره رح نكمل لكم الفيديو. لا مش بنكمل الفيديو، انا بجيب احكي معي سائل، الوان سائله عشان تبين. فعندي هون انا لانه مش مبين هلا، عندي هون هي واحده، اثنين، ثلاثه، وكله بعدين بلونه بنفس اللون، وبعمل فواصل على الكراتين عشان تبين انه اقسام. ممكن اكتب مثلا ارسم رسمه القراصنه، لا اللي هي الهيكل العظمي. وبعدين المطلوب مني اني بدي اكتب ايش القرار، زي ما انت حكيتي انك انت ما درستي، فتكتبي انه انا ما درستش، وشو النتائج اللي حصلت عليها انك سقطت بالامتحان، ايش تعلمتي منها، انه تخلي وقت للدراسة وتخلي وقت للعب. واكتبهم هدول على ورقة صغيرة، على كرتونة صغيرة، على ورق صغير A4، على ورق صغير زي اللي بنستخدمه للملاحظات. وانا في المنظار بدي اطلع على هدول عشان اتعلم تاني مرة انا لما اخذ القرار كيف اخده. تمام. وهيك احنا سوينا مبدئيا، بس ضايل له الاشياء البسيطة اللي لازم نعملها عليه، فهنصوره بعد ما نخلصه ان شاء الله تعالى، صورة مش فيديو. وشو بدنا نحكي اخر شيء؟ شو بدنا نختم؟ يلا اختمي انت، يلا.
لازم نتعلم من قراراتنا ناخدها إذا كانت قرارات خاطئة حتى ما نرجع نكررها كمان مرة بالمستقبل. وكل قرار قبل ما ناخده نتعلم شو النتائج، قصدي نكون مركزين قبل شو راح يصير. أيوة نكون عارفين شو راح يصير لو أخذنا هذا القرار. فشنا نختم برضو آخر كلمة، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، واشتراك بالقناة، وباي.